نحن جميعا، ما بقولش مصر والسودان فقط وهم، لا، احنا مع بعض كلنا نعيش كلنا وننمو كلنا ونتعاون كلنا من اجل ازدهار واستقرار بلادنا. عشان كده يعني باكد تاني ان موضوع الميه بالنسبه لمصر، اصل احنا ما عندناش سبيل اخر. يعني وكان لسه فخامه الرئيس بيقول لي انت عارف مصر معناها ايه عندنا في اللغه بتاعتنا؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي معناها الحديقه. الحديقه، طب الحديقه دي بالشكل اللي انتم شايفينه ده عشان شويه الميه اللي بيجوا من من النيل، يعني مفيش ميه تانية. احنا ما عندناش امطار وما عندناش يعني فهو ده الميه الحصه اللي بتجي لنا، وبالتالي ما حدش يتصور ان ممكن احنا نتخلى عنها، لان احنا لو تخلينا عن اي جزء منها احنا بنتخلى عن حياتنا، وده امر مش هيحصل. يعني انا حبيت بس اقول النقطه دي، وحجم التفاهم واحنا بنعول كثيرا على اللجنه السباعيه اللي بقياده اوغندا على انها تصل بينا الى توافق لاستفاده الجميع والتعاون لدول الحوض، لان دول كتير عندها موضوعات مماثله وصلت الى تفاهمات واتفاقيات تبقى للكل، واحنا عايزين نصل لهذا الامر. يعني انا بس عايز اقول ايه، النقطه ديت يمكن يا فخامه الرئيس اللي بتنزل عنده مطره ما يحسش ابدا بالاحساس اللي بيعيش بيه اللي ما عندوش مطره خالص. احنا في مصر ما فيش عندنا مطر، والشعب المصري عنده حذر شديد وقلق شديد من موضوع الميه. وانا بقول للمصريين ان انا مقدر هذا الامر، وانا مسؤول مع اشقائي ومع الحكماء زي الرئيس موسيفني على ان احنا نوجد حل لا يؤثر ابدا على حياه المصريين. مصر بتقابل ضغوط كبيره جدا في هذا الموضوع، ويمكن يكون الميه جزء من يعني حمله الضغوط ديت لتحقيق اهداف اخرى، واحنا مدركين لده وبنسعى بكل السبل. ودايما وانا بقول تاني وباكد قدام فخامه الرئيس، نحن دائما ضد التدخل في شؤون الاخرين، ضد التآمر على الاخرين، ضد الهدم والتدمير. احنا مع البنى والتعاون والتنميه، لان بلادنا في افريقيا بقى كفاها سنين طويله جدا من الاقتتال والصراع. بطمن المصريين مره تانيه ان شاء الله هذا الامر احنا لن نسمح ابدا ان يتم المساس بالميه اللي بيعيش عليها 105 مليون و10 مليون تقريبا دلوقتي من الضيوف ما بنقولش عليهم لاجئين. هنا لازم أؤكد وأكرر، وعي المصريين وصلابتهم هو الركيزة الأساسية اللي أنا بعول عليها في مجابهة أي تحدي أو أي تهديد محتمل.